يوم 12 يناير سنة 2023 كان الشاب اللي قدامكم في الصورة ده داني تاينر سايق تريلا على طريق بالقرب من مقاطعة أريزونا الأمريكية. الدنيا كانت ماشية تمام لحد ما فجأة داني اصطدم بست عربيات، 2 منهم اتفرموا حرفيا، والنتيجة 5 أشخاص ماتوا في لحظة، والشرطة بدأت التحقيق واكتشفت الصدمة. داني ما كانش سكران ولا نايم ولا بيهرب من حد، داني كان ببساطة فاتح تيك توك قاعد بيتفرج على الريلز وهو سايق، ريلز ظريفة مسلية بتضحك لكنها سلبت وعيه وخلته يقتل 5 أشخاص من غير ما يحس. 5 أسر هيعانوا طول حياتهم بسبب شخص ما قدرش يوقف فرجة على ريلز، عشان في 2024 يتحكم عليه ب 22 سنة سجن بتهمة التهور تحت تأثير الموبايل. المشكلة مش في داني لوحده، المشكلة إن ملايين غيره عايشين نفس الحال. فالسؤال دلوقتي، هل الريلز فعلا بقت خطر على حياتنا؟ هل الريلز فعلا أثرت على كيمياء دماغنا لدرجة إنها سلبت وعينا وتركيزنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الساينتست. صديقي العزيز، من أول ما الإنسان نزل على الأرض وهو بيحاول يهرب من الحزن، من الخوف، من الصيد والجوع والتوهان، عاوز يفرح، يتبسط، يحس إنه عايش، مش بس بيحاول يهرب من الموت طول الوقت. وعشان كده بدأ يخترع طرق يسلي بيها نفسه، فبدأ يرسم على الحيطان، يدق طبلة ويغني، يكتب ويسمع شعر، والموضوع كان طول الوقت بيتطور وياخد أشكال مختلفة. والبداية كانت في العصر الحجري، واللي فيه هتلاقي أول حفلة موسيقية في التاريخ، واللي كانت عباره عن ضرب على جذع شجره وصوت جهوري بيزعق، وتقريبا ده كان اول دي جي في التاريخ. بعد كده جه المصريين القدماء واخدوا الحكايه لمستوى تاني، فعملوا طقوس مسرحيه وبداوا يمثلوا ويغنوا ويرقصوا، وكل ده موثق على جدران المعابد. جه بعدهم الاغريق وقالوا احنا مش عاجبنا شغل المصريين، احنا نعمل مسرح كامل ونجيب ممثلين والناس تيجي وتضحك وتعيط وتسقف وتمشي. يعني تقريبا عملوا اول سينما جماعيه لكن من غير بوب كورن. الرومان بقى بنوا سيرك كامل وملاعب وعملوا حلقات مصارعه شرسه جدا عشان الجماهير تتحمس اكتر وتتبسط اكتر وتاخد الجرعه اليوميه من الادرينالين. وفي العصور الوسطى ظهر عندنا نجم جديد بشكل مختلف. النجم ده هو الحكواتي، او بلغه اليوم الستوري تيلر. الراجل ده كان بيقعد يحكي حكايات عن 1000 ليله وليله، عن الابطال، عن الجن والعفاريت، ويسيب الناس كل مره عند نقطه حاسمه ويقول لهم نكمل بكره. يعني تقريبا ده كان اول نتفليكس بس بنسخه بشريه. ومع الوقت الوضع اتطور اكتر، وشويه شويه دخلت المطاب وبدات الناس تقرا بدل ما يسمعوا من الحكوات، لكن السرد ما اختفاش، هو بس غير شكله. وكل مره الانسان يلاقي طريقه جديده يهرب بيها من الواقع تكون امتع من الطريقه اللي قبلها، ودايما هدفه واحد، وهي انه يضحك وينسى ويحس انه مش لوحده. لحد ما في القرن العشرين ظهر الراديو، بقى كل بيت فيه صندوق صغير بيحكي حكايات من ورا الميكروفون، من نشرات اخبار لمسلسلات لفوازير، وكل يوم الناس تستنى الساعه 8 عشان تبدا الحكايه. وبعده دخل التلفزيون وبقى الصوت ليه صوره، والبيوت اتجمعت حوالين الشاشه تضحك وتعيط وتعيش مع المسلسل وكانه واحد من اهل البيت. لكن الحكايه ما وقفتش، جت بعدها ثوره الكمبيوتر والانترنت، وبقى في منتديات على الانترنت، فيديوهات يوتيوب، وبعد شويه ظهر الموبايل. الجهاز الصغير ده بقى هو التلفزيون والمسرح والراديو والحكواتي كلهم في نفس اللحظه، وتكون معاهم العالم الافتراضي، والناس يوم ورا يوم تدخل للعالم ده، ومن خلاله بداوا ينشروا بوستات، يقراوا تويتات، يعملوا صداقات، وينشروا فيديوهاتهم، والناس تتعلق اكتر بالعالم ده وتروح ناحيه السوشيال ميديا اكتر واكتر، لحد ما ظهر الوحش اللي غير كل قواعد اللعب، التيك توك. وده كان مجرد بدايه لظهور جيل جديد من الترفيه، جيل الريلز. لما نيجي نبص على التسلسل التاريخي ده هنكتشف ان كل ده بيقول لنا حاجه واحده، وهي ان الانسان بيحب المتعه، بيحب الحكايات، بيحب الترفيه. بس المتعه زمان كانت محتاجه صبر، كان فيه انتظار، ترقب، احساس حقيقي باللذه بعد التعب. لو عاوز تحضر عرض لازم تلبس هدومك، تمشي كيلومترات، تستنى الناس تتجمع، وبعدها تبدا تشوف العرض عشان تحصل على جرعه الدوبامين بتاعتك. والمفاجاه انهم كانوا بيستمتعوا جدا، لان المخ وقتها كان متبرمج على المكافآت اللي بتيجي بصبر. في بحث علمي منشور في مجلة نيرون من جامعة كامبريدج، الدكتور وولفرام شولترز في بحثه قال إن مخ الإنسان بيستجيب بشكل أقوى للمكافآت اللي بتيجي بعد تعب أو انتظار. يعني تزرع، تصبر، تحصد فتفرح، تصطاد، تتعب، تمسك غزالة فتحتفل. لكن دلوقتي في عالم الريلز وفيديوهات الشورتس الوضع اختلف 180 درجة، لأنك عشان تحصل على المكافأة اللي كان بيحصل عليها جدودك لما يصطادوا غزال أو يهربوا من تهديد، بتسحب بإيدك مش بقوس وسهم. مجرد سوايب على
الشاشه فتضحك، سوايب تاني فتتفاجئ، سوايب تالت حاجه تثيرك، ومع الوقت اتحولت المدمن بذاكره سمكه. هتقول لي الله ما تكبرش الموضوع يا عم شرف، دي حاجه بتبسطنا. عشان تستوعب يا صديقي الانسان خليني اقول لك ان في عشرينيات القرن اللي فات كان في عالم نفسي اسمه فريدريك سكينر، وده واحد من رواد علم السلوك. سكينر كان عنده سؤال بسيط بس مرعب، وهو ازاي نتحكم في سلوك الكائن الحي. وللاجابه على السؤال ده عمل تجربه اصبحت علامه فارقه في تاريخ علم النفس. سكينر جاب فار صغير وحطه في صندوق مغلق، سماه بعد كده سكينر بوكس. الصندوق ده كان فيه زرار وعاء صغير بينزل منه اكل وفار، والمعادله كانت بسيطه، الفار يضغط على الزرار ينزل اكل، يبقى كل ضغطه بتساوي مكافاه. في البدايه الفار ما كانش فاهم حاجه، بعد شويه بدا يربط بين الضغط والمكافاه، فبقى كل ما يجوع يضغط على الزرار فينزل الاكل. لحد هنا سلوك منطقي ومفهوم، بس سكينر حب ياخد الموضوع لليفل اعلى وعمل نسخه ثانيه من التجربه، والمره دي غير القواعد، قرر يخلي الاكل بيجي مش كل مره، يعني مره الفار يضغط الزرار يطلع اكل، مره ثانيه لا، مره يضغط 3 مرات فيجي له اكل، مره يضغط 10 مرات وما يجيلوش اكل. وهنا حصل السحر، الفار بدا يضغط الزرار بجنون، ضغط كتير بسرعه بدون توقف، لدرجه انه بقى يضغط 1000 مره في الدقيقه. المفاجاه يا صديقي ان ده كله مش عشان الاكل، اللي حصل ان مخه اتعلم ان في احتمال ان الاكل يجي، والاحتمال ده بقى هو اللي بيحركه. دي اللي سكينر سماها التعزيز المتقطع، وده اقوى بكتير من المكافاه الثابته، لان المكافاه الثابته بتخلي السلوك مرتبط بنتيجه واضحه، لكن المكافاه العشوائيه بتخلق نوع من الادمان، وهو ده بالظبط اللي بيحصل لك. دلوقتي الزرار بقى اسمه سوايب، والصندوق بقى اسمه تيك توك، انستجرام، يوتيوب شورتس، وانت بدل ما تضغط زرار بتسحب بايدك على الشاشه تدور على مكافاه، مستني اللحظه اللي هتحس فيها بالمتعه اللي ممكن تيجي وممكن ما تجيش، بس انت بقيت مدمن سكرولينج. عزيزي انت بتواجه نوع جديد من الادمان، ادمان سلوكي. اول ما بتحس بملل او توتر او فراغ ايدك بتروح تلقائيا على الموبايل من غير تفكير، من غير وعي، رد فعل تلقائي بقى جزء من اعصابك، زي ما بتعطش بتروح تشرب، زي ما بتجوع بتقوم تاكل. مشكله الادمان ده من وجهه نظري بتكمن في حاجتين، اولا تاثيره على دماغك. العقل البشري اتصمم انه يتعامل مع مكافآت الحياه الطبيعيه، نجحت في شغل بتتبسط، قضيت وقت حلو مع اصحابك بتحس بالسعاده. بس اللي بيحصل دلوقتي انك كل مره بتسحب الشاشه وتشوف فيديو قصير حتى لو مدته ثواني، دماغك بياخد مكافاه على شكل دوبامين، وده هرمون بيخليك تحس بمتعه مؤقته. المشكله انك لما تفضل تاخد المكافاه دي بشكل متكرر وسريع دماغك بيتعود عليها وبيبدا يرفض اي نوع تاني من التحفيز البطيء او العميق. يعني ايه؟ يعني تبقى قاعد قدام كتاب ما تعرفش تركز فيه 5 دقايق، تحاول تكتب حاجه او تشتغل تلاقي دماغك بيهرب، تحس انك زهقان من كل حاجه لان مخك بقى محتاج دوشه سريعه، عاوز يحس بحاجه. طب ايه اللي حصل؟ ببساطه التكنولوجيا سبقت التطور البيولوجي، الدماغ البشري لسه عايش بعقليه العصر الحجري، بس بيتعامل مع محتوى اسرع من قدرته على الاستيعاب، وده خلى كتير مننا يوصل لحاله اسمها التبلد التحفيزي او الدوبامين ديسنسايزيشن. يعني اللي كان بيفرحك زمان دلوقتي بقى عادي، الفيلم بقى ممل، الكتاب بقى تقيل، حتى الخروجه ما بقتش تسليك زي الاول، لان نظام المكافاه في دماغك المسؤول عن اللذه والتحفيز اتعرض لجرعات سريعه ومكثفه من الدوبامين، فبقى محتاج اكتر عشان يحس بنفس الشعور. والغريب ان دراسات تصوير المخ الMRI اوضحت ان في اختلافات حقيقيه في نشاط المناطق المسؤوله عن المكافاه، الانتباه وتنظيم المشاعر عند الاشخاص اللي مدمنين على الريلز والفيديوهات القصيره. ثانيا تاثيره على مشاعرك، الفيديوهات دي مش بس بتسرق انتباهك، دي كمان بتضرب مشاعرك في مقتل. اللي بيحصل يا صديقي الساينتست انك في دقيقه واحده بتشوف فيديو ضحكك، وبعده فيديو جريمه، وبعده فيديو البنت بترقص، وبعده فيديو حد بيعيط على قبر امه. فيض عاطفي غير طبيعي بيخلي جهازك العصبي في حاله فوضى، ومع الوقت بتبدا تحس انك ما بقتش تتاثر باي حاجه، شخص بيعيط عادي، موقف انساني مش مهم، ناس بتموت من الجوع قدامك وايه يعني انت مش حاسس. حتى الحزن او الفرح الحقيقي تحس انهم باردين جواك، وده اللي اسمه علميا تبلد المشاعر. المصيبه بقى انك ما بتحسش بده الا لما تبص ورا وتلاقي نفسك بقيت ردة فعلك سطحيه، ومشاعرك بقت عباره عن زرار اون واوف. والاخطر ان تبلد المشاعر ده بيكون احيانا مقدمه لحاله نفسيه اعمق وهي الاكتئاب. ابحاث اتنشرت في دوريه الجاما سايكاتري سنه 2022 ربطت بين الافراط في استهلاك المحتوى القصير وزياده اعراض الاكتئاب خصوصا عند المراهقين، والسبب انك مع الوقت بتفقد الشغف،
بتفقد المعنى وبتعيش في دايره من اللاشيء، وده كله بيحصل في صمت من غير ما حد يحذرك ولا انت حتى تاخد بالك. بس الحقيقه انت بتدفع ثمن ده غالي جدا، من تركيزك اللي قل جدا، من احساسك اللي تبلد، ومن انسانيتك اللي بقت شبه الروبوت. يعني الريلز مش بس بتاخد وقتك، دي فعليا بتعيد تشكيل كيمياء دماغك. ولو انت كملت الفيديو لحد هنا فده معناه انك بدات تحس بده، ويمكن نفسك تبطل او على الاقل تقلل. وعشان كده خليني اكون واقعي معاك، مش هتقدر تمنع الريلز خالص، لان ببساطه شغلك، حياتك، تواصلك كله بقى على الانترنت. لكن اللي تقدر تعمله وده الاهم، انك تسترجع السيطره على حياتك، مش تمنع لكن تنظم، مش تقفل الموبايل لكن تستخدمه بوعي. والاهم انك تشترك في القناه وتعمل لايك وشير للفيديو. كان معكم الساينتست محمد شرف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.